حبايبي واخواتي الحلوين، انا بجد بشكركم قوي على تفاعلكم على الفيلم اللي فات، وبشكركم كتير على اللايكات الكتيره اللي انتوا اديتوها لي. والمره دي برضو انا عايزه لايكات كتيره قوي عشان بجد بتفرحني قوي. على قد تعبي ده كله انا بفرح بتقديركم ليا، وشكرا كتير. وبرضو قبل ما نبدا الفيلم النهارده احب افكركم باللايك والاشتراك في القناه، وبس كده ويلا بينا. وفيلمنا بيبدا معانا في مدينه بارونو، والاتنين دول كانوا ماشيين هنا، وفجاه الكلب هنا بيسيبهم وبيروح ناحيه هنا، وبيكون ساعتها في جثه، وواحد منهم هنا بيتصل بالشرطه، والاخبار بتقول ان الشرطه لقت جثه ملفوفه ببلاستيك، وبتكون بنت عمرها 15 سنه، وان هي اتقتلت بطريقه فظيعه قوي، والتحقيق لسه مستمر ومفيش اي دليل على القاتل. وفريق البحث الجنائي هنا بيجمعوا كل حاجه، وبيرفعوا كمان البصمات، وبيصوروا الجثه. وده بيكون ارجان، وبيكون مهتم قوي بجمع كل المعلومات عن السفاحين، بس بيكون الاهتمام الاكبر هنا على نفسيه السفاح، وما بيكونش هنا مهتم بالجرايم قوي. وكمان بيقول ان ابويا كان شرطي، وكان سهل عليا قوي ان انا اجيب المعلومات دي وان هي تقع تحت ايدي. وقعدت اعمل بحث لمده 7 سنين عشان اعمل فيلم عن السفاح، وعمري دلوقتي 36 سنه وخريج، ومعايا كمان دبلومه في علم النفس الجنائي. وده بيكون ارجان، وصاحبه بيقول له هيكون الفيلم ده ممتع قوي، بس المهم المنتج يوافق عليه. وارجان وصاحبه هنا بيبداوا يلفوا على منتجين علشان يعملوا له الفيلم ده، لكن ارجان هنا في الاخر بيقول لصاحبه انا هروح عند اختي راغي في مدينة كسوالي. وبيروح ارجان هنا عند راغي، وبتقول له معاش ابوك مش كتير قوي، وهتفضل لغاية امتى كده؟ وناري بيقول له من السهل قوي اللي انت تتضم لشرطة الولاية علشان ابوك مات وهو في الخدمة، والشرطة هنا بتعرض علينا مناصب كتيرة قوي هناك كتعويض يعني على اللي حصل لابوك، وهم كل الحكاية يعملوا لك شوية اختبارات بس، وتعالى عيش معانا هنا. وراغي هنا بتقول له فكر شوية في الموضوع ده ووافق ارجوك. وارجان يقول لها خلاص تمام هوافق. وصاحبه هنا بيتصل بيه وبيقوله ان في منتج حب فيلمك قوي وتعالى عشان توقع. وارجان هنا بيقول لرافي اسف انا غيرت رايي خلاص. وبيروح ارجان وصاحبه هنا عند المنتج، بس بيقول له هنا انا ليا طلب صغير، ان القاتل ما يتقبضش عليه في النهايه. وارجان هنا بيرفض الطلب ده، وبياخد صاحبه هنا وبيمشي. وهم نازلين ارجان هنا بيساعد هنا واحده حامل، وبيربط لها هنا رباط الجزمه، وبعد كده بيمشوا. وهو في الطريق هنا بيفكر في كلام راغي، وبيتصل باخته هنا وبيقول لها خلاص انا موافق على كلامك. وبيروح ارجان هنا للاكاديميه، وبيعدي هنا من الاختبارات بتاعه التحرير والرياضه كمان، واللياقه بينجح فيها. وفي يوم التخرج هنا بيكون المفتش ارجان، وراغي اخته هنا بتكون فرحانه بيه قوي. وارجان هنا بيلم كل الصور والاخبار اللي كانت على الحيطه، وبيحطها هنا في شنطه، وصاحب البيت وابنه بيودعوه. وبيروح هنا لمدينه كسوالي، وبيكون ناري مع ارجان، وبيقول له انت شرطي مبتدئ لسه وما عندكش خبره، وبلاش تعمل فيها بطل، وعليك بس اللي انت تنفذ كل الاوامر. وارجان هنا بيقول له تمام. وبيدخلوا القسم هنا، وناري بيعرف ارجان بغولي، وناري هنا بيقول لغولي عرف هنا ارجان بكل حاجه في القسم، وغولي بيقول له تمام. وبيدخل ارجان هنا، وبيلاقي ماتشان هنا عمال يضرب في مجرم، وماتشان بيشاور له، وماتشان هنا بيشاور له بيقول له ظبطه لغايه ما يعترف، وبيديله هنا العصايه وبيمشي. وبيدخل ارجان هنا للمجرم، وناري هنا بيقول لماتشان هتشوف ازاي ارجان هياخد الاعتراف منه بكل سهوله. وماتشان هنا بيقولوا لما نشوف. وبنشوف ارجان هنا وهو فاكك المجرم، وعمال يتكلم معاه في القصص اللي كتبها. وبيدخل ماتشان هنا وناري عليه، وماتشان ساعتها بيتعصب على ارجان وبيمشي. وناري بيطلب من غولي ان هو ياخد المجرم ده، والمجرم هنا بيقول لارجان طب عرفني مين القاتل. وناري بيقول لارجان انسى بقى القصه دي خالص. ودي بتكون اميرتي، وهي راجعه هنا من المدرسه بتشوف الكلب بتاعها، وبتيجي هنا عربيه وبتقف قدام اميرتي، واميرتي ساعتها بتروح ناحيتها وبتضحك. وامها لما بتحس ان هي اتاخرت بتطلع، وبتشوف الكلب هنا في الشارع، وبتلاقي هنا مربوط في رقبته صندوق هدايا. وبتكون ام اميرتي هنا وابوها عند رئيس الشرطه براما، وبيتكلموا معاها عن بنتهم ان هي مرجعتش من المدرسه لحد دلوقتي. وبراما ساعتها بتقول لهم طب انتوا سالتوا الجيران او اصحابها؟ ويقولوا لها احنا سالنا الكل. وبيكون ارجان هنا متابع الكلام من بره. وبراما بتقول للمجموعه دي ابداوا اعملوا اللازم واجمعوا لي كل الادله، وبيمشوا هنا. وبرما هنا بتقول لاهل اميرتا
اميرتا في حاجه تانية عندكم؟ وابو اميرتا بيقول لها لا، بس لقينا الصندوق الهديه ده. وبراما ساعتها بتقوم وتفتح الصندوق، وساعتها بتلاقي راس عروسه، وارجان هنا بينصدم، وبتكون راس العروسه دي مشوهه قوي، وكمان عينيها مخلوعه. والاخبار بتتكلم هنا عن فقدان اميرتا، وناري بيقول لارجان بلاش تشارك في التحقيق ده، خد الاول خبره، ويا ريت ما تتكلمش مع براما خالص والا هتنقلك في الادخال. وارجان بيقول له على فكره القضيه دي مش قضيه خطف عاديه، انت شفت راس العروسه عامله ازاي؟ وناري بيقول له انسى بقى شغل قصص السفاحين بتاعتك دي، انت اتحولت لسفاح خلاص. وبتيجي بيالي هنا وبتقول لارجان امضي على الشهاده بتاعتي بسرعه، وبتفضل هنا تترجاه لغايه ما ارجان بيمضي على الشهاده باسم ناري. وبتقول له بايلي هنا اعمل حسابك هتوصلني بكره للمدرسه. وارجان هنا بيوصل بايلي المدرسه، وبيدخل معاها هنا بيشوف المعلمه بتاعتها، ودي بتكون ديفيا. وارجان هنا بيفضل متنح ليها، وديفيا ساعتها بتشوف الشهاده وبتقول له شوف كده انا حاسه ان في اختلاف في الامضه. وديفيا هنا بتتعصب عليه، وساعتها هنا بتروح راغي وناري المدرسه عند بيالي. وارجان بيعرف كمان من ديفيا ان بيالي قالت ان مامتها ماتت، والمدرسه ساعتها بتقول له مش حرام عليك اللي انت بتعمله فيها ده، احضنها بقى وحسسها شويه بالحنيه. وساعتها بيحضنها وبيقول لها بقى انت موتت اختي، انا ساكت بس عشان خاطر انا كمان كداب اما اروح. لكن المفاجاه الكبيره بقى ان بتدخل هنا راغي عندهم، وكمان شويه بيدخل هنا ناري. وساعتها ارجان هنا بيكون في نص هدومه قدام ديفيا، وبيمشوا كلهم هنا من المدرسه. وناري بيبعت لارجان صوره وبيطلب منه ان هو يطبعها 50 نسخه علشان نوزعها على مراكز الشرطه كلها. وبيروح ارجان هنا يستلم الصور، وبيبص بيلاقي ديفيا قدامه وبيمشي وراه هنا، وبتقول له بعصبيه انت ماشي ورايا ليه؟ وارجان هنا بيحاول يوضح الصوره شويه. وبتيجي هنا ايدي ليها، وديفيا هنا ساعتها بتتكلم معاها، وارجان بيسالها مين دي، وديفيا بتقول انت مالك انت، وبتمشي وبتقول له دي بنت اخويا. وارجان هنا بيشوف صوره راس العروسه، وبيفتكر ان شاف صوره زي دي، وبيفتح ساعتها الشنطه اللي فيها الاخبار والصور، وبيلاقي صوره بنت ماتت ووشها كان عامل زي اللي راس العروسه بالظبط. وبيروح هنا يخبط على ناري وهو نايم. وتاني يوم ارجان بيقول لناري هنا دي مش قضيه خطف، ويتكلم مع براما واعرف كل حاجه عن القضيه دي. واول ما يوصلوا الاسم هنا ناري بيعرف من غولي ان القاتل اتقبض عليه واسمه ديفيد، وقبل يومين هنا هدد قبل كده بقتل اميرتا. وناري بيقول لارجان هنا شفت القضيه خلاص خلصت. وبتكون براما هنا بتضرب في ديفيد، وديفيد بيقول لها انا بحب اميرتا وهي رفضتني وانا هددت قتلها بس مش انا اللي قتلتها. وارجان بيقول لناري القضيه لسه ما خلصتش وعندي الدليل. وارجان هنا بيتكلم مع براما وبيقول لها عندي معلومات عن القضيه، لكن براما هنا بترفض ان هي تسمعه، وبتخليه يضرب ديفيد بالعصايه، بس ارجان هنا بيكسرها وما بيضربهوش. وبراما هنا بتاخد بالها وبتقول لارجان تمام اضربه برضو بايدك ورجليك، وعايز الاعتراف بتاعه يكون عندي النهارده. ويقول لها طب انا عندي المعلومات، والمجرم اللي احنا بندور عليه مش ده مش مجرم عادي، ده مريض نفسي. وبيقول لها ان من اسبوعين اختفت بنت هناك في مدينه بارونا كان اسمها سيميكا، وتم العثور عليها مقتوله، وكان في علامات في وشها نفس علامات الصوره بتاعه راس العروسه دي. بصي كده على الصوره وشوف التشابه بين اميرتا وسميكا، وان هما الاتنين اختفوا بلبس المدرسه. ويا ريت تثقي فيا مره، واحنا هنا دلوقتي بنتعامل مع سفاح ممكن يكون في كاسولي. وبيوريها كمان صوره سفاحين ان هما كانوا دايما بيسيبوا علامات وراهم، وان هو دليلنا الوحيد في العروسه دي مش ديفيد. وبراما بتقوله تمام، طب كان في عروسه بقى في جريمه بارونا؟ وارجان بيقول لها لا، وبتطلع له ساعتها فلوس وبتقول له طب روح هات لي سجاير ويلا امشي من هنا. وبيروح ارجان هنا علشان يجيب سجاير، وفجاه كل الاسم هنا بيتحرك بسرعه. وناري هنا بيقولوا هو في ايه، وناري بيقولوا ان في جثه بنت لقيناها عند جسر سكه الحديد، والشرطه كلها بتروح على هناك. والشرطه هنا لما بتنزل الجثه بيعرفوا ان دي اميرتا. وماتشان بيقول هنا لبراما ان ارجان كان عنده حق، وكلهم ساعتها بيبصوا على ارجان. وبراما بتقول ودوا الجثه دي للمشرحه وطلعوا ديفيد. وبتمشي هنا وارجان بيروح يشوف الجثه من قريب وبيمشي. وتاني يوم هنا بيروح ارجان لمدينه بارونا وبيروح القسم وبيشوف الملف بتاع القضيه، وبيعرف ان مفيش اي صندوق هدايا. وبيروح هنا عند اهلها، ولما بيسالهم هما بيقولوا له ان مفيش اي صندوق هدايا جه. وبيروح المدرسه هنا وبيرجع على كاسولي. وبيروح هنا عند المشرحه، والدكتور هنا بتقول للشرطه ان الجثه دي حصل ليها تشوهات في الوش، وكمان كسر في السنان، وكمان خلع عينيها وقطع شعرها. وارجان بيسالها هنا في اصابات تانية، والدكتوره بتقول له لا، والواضح ان القاتل ده مريض نفسي. وبيجي المفوض هنا وبيتعصب ساعتها على براما، وبيسال هنا على ارجان وبيقول له انا عرفت ان انت كنت في اسم بارونا علشان التحقيق
ايه، وارجان بيقول له ايوه، وبيطلع هنا تقرير تشريح سميكة، والدكتور بتقول ان نفس التشريح والتقرير بتاع اميرتا، وبراما هنا بتقول ان هو ملاقوش اي صندوق هدايا في قضية سميكة، وارجان بيقول ان في صندوق هدايا وان هو كان موجود في غرفة المدرسة، وبيطلعه هنا، وساعتها بيكون في برضو راس العروسة وبيحطها هنا جنب راس اميرتا، وبيقول ان في سفاح في كاسوري، وبيختار هنا البنات من المدرسة، وهو دلوقتي بيجهز لجريمته الثالثة، والمفوض هنا بيقوله طب ايه الحل، وارجان بيقوله لازم تكون اذكى منه، ولازم الاخبار كلها ما تتكلمش عن الجريمة دي خالص. وبيروح ناري هنا ومعاه بيالي عند المعلم، وناري هنا بيوصي المعلم على بنته وبيمشي، وارجان بيروح هنا محل العرايس وبيسأل على العروسة اللي معاه، وبيعرف ان هي عروسة موديل قديم قوي ومش موجود دلوقتي. والمعلم ساعتها هنا بيضرب تلميذة عنده، وبيدخل واحد وبيقوله الحفلة هتبدأ في قاعة الاجتماعات، والمعلم هنا بيمشي كل الطلبة، وبيطلب من التلميذة دي ان هي تكون هنا، والمعلم ساعتها بيهدد البنت ان هو هيقول لاهلها ان هي على علاقة مع واحد، وهي بتقول له هعمل لك اللي انت عاوزه، وبيطلب منها تقفل الباب، وساعتها المعلم هنا بيتحرش بيها، وبعد ما بيخلص هنا بيروح الحفلة عادي، والبنت كمان بتكون وراه. وكمال هنا بتقول لديفيا النهارده عيد جواز بابا وماما، وديفيا بتقول لها قول لهم عيد جواز سعيد، وكمالي هنا بتقول لها ممكن اسجل الكلام ده في سماعة، وديفيا هنا بتعجب قوي بالكلام ده وعجبتها عشان هتجيبها ليتي. وديفيا هنا بتودع كمال، وساعتها بتركب التوك توك، وبالليل ام واب كمال هنا بيروحوا يبلغوا عن اختفائها. وتاني يوم ديفيا بتدخل هنا عند المديرة وبتقول لها الشرطة بتسأل هنا على كمال، وبتشوف ارجان هنا وبتعرف من ناري ان كمال مفقودة، وديفيا بتقوله ان اخر مرة شفتها وهي بتركب التوك توك وكانت لوحدها، وارجان بيقول لها مفيش اي علامة او رقم على التوك توك، وديفيا تقول لا كان في علامة واحدة بس لو انا شفت التوك توك ده هفتكره. وارجان بيقول لها طب ممكن تيجي معانا، احنا محتاجين مساعدتك دلوقتي، وبتمشي معاهم هنا ديفيا، وبيروح هنا عند موقف التكاتك، وبيجي ليها هنا اتصال عشان ايتي، وساعتها بتمشي، وبتروح ديفيا هنا عند ايتي، وبيجي لها هنا ارجان وكان لابس ساعتها لبس الشرطة، وساعتها هنا خد ايدي علشان يشوف مين بيضايقها، وساعتها الاولاد اختفوا، وبتفرح قوي ساعتها. وساعتها ارجان هنا بيوصلهم للبيت، وبياخد هنا رقم ديفيا، وبعد كده بيمشي. وتاني يوم ديفيا بتشوف الرسمة اللي بترسمها ايتي، وبتفتكر هنا العلامات اللي كانت على التوك توك، وبتحاول هنا تتصل بارجان، وبيكون ارجان وغولي رايحين يشوفوا الجثة اللي الشرطة لقوها، والموتوسيكل هنا بيعطل، وبيركب ارجان توك توك، والشرطة ساعتها بتطلع الجثة وبيلاقوها هنا ملفوفة بكيس بلاستيك، وارجان ساعتها بيقف مصدوم. وديفيا هنا بتتصل بيه وبتقوله على العلامة اللي بتكون نفس العلامة اللي على التوك توك اللي هو كان راكبه، وارجان هنا بيجري ورا سواق التوك توك لغاية ما بيمسكه، وبياخده ساعتها على الاسم. وبعد ما بيعذب السواق هنا بيقول ان هو بيوصل بس معلومات عن البنات اللي بيركبوا معاه، وارجان بيقوله مين اللي بياخد المعلومات دي، والسواق هنا بيقوله المعلم تومار وهو متعود يركب معايا، وبياخد هنا البنات لبيته، وارجان بيقوله طب وصلنا لبيته، وبيروح ارجان والشرطة عند بيت تومار، وبيدخلوا بيلاقوا شنطة كمال، وارجان هنا بيشوف صورة تومار، وناري ساعتها بينصدم لما بيشوف صورته، وبيعرفوا هنا ان ده مدرس بيالي في المدرسة. ولما بيخرج ارجان هنا بيلاقي صندوق الهدايا وفيه راس العروسة مشوهة، وبيكون تومار هنا منفرد ساعتها ببالي في الفصل ولسه هيتحرش بيها، بيلاقي ارجان قدامه، وارجان هنا بيطلع بيالي وبيفضل هنا يضرب في تومار، وتومار وهو في المستشفى بيعترف لارجان وناري ان هو ركب مع كمال واقنعها ان هو يديها كتاب، وهي راحت معاه فعلا البيت وشافتني وانا بحط ليها مخدر، وساعتها هربت هنا، وعلى ما طلعت كانت ساعتها اختفت، ولقيت صندوق هدايا وما اهتمتش انا بيه وانا ما قتلتهاش. والدكتور بيقول لهم طب اطلعوا بره، وبيروح ارجان هنا يوري لناري الهديه اللي جابها لبايلي في عيد ميلادها. وفي عيد ميلاد ارجان بيشوف ديفيا بيحتفلوا هنا بالعيد الميلاد، وبيكون في شاب هنا بيصور العيد ميلاد، وبيبدا ارجان هنا يغني ليها، وبيرقصوا كلهم، وبيجي اتصال هنا الارجان وبيمشي، وبيروح المستشفى هنا، وبيكون تومار ماسك براما وحاطط المسدس على دماغها. ولما تومار هنا بيركب الاسانسير وكان معاه براما، نسمع هنا ساعتها صوت ضرب نار، وبيكون ارجان هنا قتله وانقذ هنا براما. وبيجي تليفون لارجان وبيروح البيت عند اخته، وبيعرف من راغي ان بيالي اتخطفت، وبيكون صندوق الهدايا موجود فيه راس العروسه برضو المشوهه. وبتبدا الشرطه هنا ان هي تبحث، وبيقفلوا هنا كل حدود كسوالي، وبيفتشوا كمان كل العربيات
العربيات لمدة يومين. وفي اليوم التاني ناري بيقول لراغي معتمد عليك اللي انت هترجع بنتنا. وبيجي تليفون هنا لناري وارجان بيبص بيلاقي فيه كيس بلاستيك طالع من شنطة العربية، ولما بيروح يفتح الشنطة ساعتها بينصدم وبيقفلها بسرعة. لكن ناري هنا بيكون مصمم ان هو يشوف فيه ايه، ولما بيفتح ناري هنا الشنطة بتكون بيالي هنا مقتولة بنفس الطريقة، والاتنين هنا بيقفوا مصدومين وبيفضلوا يعيطوا. وبتخرج هنا راغي ليهم والاتنين بيتمالكوا هنا اعصابهم، وناري بيقول لها وهو بيضحك ان ارجان عارف دليل جديد وهيروح القسم وان بيالي هترجع قريب قوي. وارجان هنا بياخد العربية وبيروح المستشفى وبيشيل بيالي هنا بايديه، وبيفتكر ساعتها لحظة ولادتها، والموضوع بجد صعب قوي وبيكون مصدوم وبيفتكر هنا كل لحظة حلوة وهي معاه. وبيتصل هنا بغولي وبيعرفه ان هو لقى جثة بيالي ويا ريت تبلغ براما. واول ما بيركب العربية هنا بيصرخ من وجع قلبه على بيالي. وبيروح ارجان هنا عند اخته بعد ما بتكون عرفت اللي حصل وبتقول خد حق بنتي ووعدني ان انت مش هتسيب حقها. وبتمشي هي وناري وبيكون ارجان مع ديفيا وبيتكلموا هنا مع بعض. وبيسمع هنا ارجان التسجيل اللي كان في سماعة ايتي، وديفيا بتقول ان كمال كانت لابسة سماعة زي دي وعجبتني. وبيروح ارجان هنا يشوف متعلقات كمال وبيلاقي السماعة، ولما بيسمع هنا بيسمع صوتها وهي بتقول ما تقتلنيش، وكمان كان في صوت موسيقى. وساعتها بيروح ارجان هنا لمحطة الاذاعة وبتشوفه هنا المذيعة اللي كان ساعدها قبل كده وبتقوله تعالى، وبتساعده هنا وبتعمل مسابقة على اللي هيعرف اللحن ده وكمان سمعتوه فين واللي هيقول هيكسب معانا. وساعتها بتيجي كمية اتصالات كتيرة قوي بس كلها بتكون من غير فايدة، وبيشكرها هنا ارجان. لكن بيجي هنا اتصال والمتصل بيقول سمعت اللحن ده قبل كده في احتفال الثانوي في المدرسة، والمذيعة هنا بتسأله عن اسم المدرسة وبتقول لها IBS فارونا. وارجان بيروح هنا المدرسة وبيشوف الحفلة وبيلاقي ان سميكة كانت على المسرح مع الساحرة. وارجان هنا بيسأل ساعتها عن الساحرة وده بيقوله بتيجي في عربية لونها ازرق. وارجان هنا بيتصل بديفيا علشان تصور له الحفلة بتاعة المدرسة، وكمان بغولي هنا بيطلب منه نفس الطلب بس في مدرسة اميريتا. وارجان بيروح عند مدرسة بيالي وكل واحد فيهم بيلاقي الضحية مع الساحرة على المسرح. وبيروح ارجان عند براما وبيشرح لها هنا على كل ضحية اختفت ازاي وامتى واتقتلت امتى، وان القاتل بيحدد ضحيته في احتفال المدرسة. وبراما هنا بتقتنع بكلامه قوي وبتقول له كلنا معاك يا ارجان. وبيقول لها دلوقتي عايزين نعرف اقرب مدرسة عندها حفلة دلوقتي او اتعملت قريب. وبراما هنا بتقول له في عرض ساحر في المدرسة من يومين والضحية هتكون عايشة فيها. وارجان بيقول لها يعني النهارده، يعني الحفلة دي من يومين، يعني معناتها كده ان عايشة المفروض تتخطف النهارده. وبيجري بسرعة وبيروح ارجان مع براما المدرسة وبيدخل فصل عايشة هنا ويبدأ هنا ينصحهم شوية نصائح علشان يحمي كل البنات. وبياخد هنا رقم عيشة وارجان وبراما هنا بيراقبوا عيشة، ولما بتوصل هنا بتظهر ليها الساحرة. وارجان وبراما هنا بينزلوا بس بتكون اختفت العربية، لكن ارجان بيعرف منها انها سميرة اخت عيشة التوأم وبيعرف مكان عيشة. ولما يروح المكان بيلاقي صندوق الهدايا، وارجان هنا بيتصل بعلي علشان يتتبع فون عيشة، وبتكون عيشة هنا مع الساحرة. وبيوصل ارجان بيت الساحرة وعلي بيقول له ان هي في نفس الاوضه اللي انت فيها، وبيلاقي هنا سلم وبينزل تحت وبيلاقي ساعتها الساحره هنا مع عائشه، لكن هي بتهرب منه وعائشه هنا بتمسك فيه. وبتروح الساحره هنا عند ديفيا وبيضربها، وبيجي هنا ارجان ساعتها وبيكسر الباب، وديفيا بتقوله الحقها ده خطفت ايتي. وارجان هنا بيروح بسرعه ورا الساحره وبيعرف يمسكها هنا وبيفضل يضرب فيها، وساعتها بتطلع ان دي راجل مش ست. وارجان هنا ساعتها بيقتله وبينقذ هنا ديفيا وايتي، وكمان بيرجع حق بنت اخته. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.